بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. في الحلقة الماضية كان لنا لقاء مع المطرب، الممثل، المذيع، مقدم البرنامج، الكاتب الصحفي، المعد المغربي سعيد الزياني، الذي تحول إلى داعية. ورأينا الفرق بين الصورتين، صورة الناس الذي تلاحظه دائما صورة الظاهر أيام أن كان مطربا فنانا، وصورة عندما تحول إلى داعية إسلامي يصدع بكلمة الله في هيئة جديدة. ولكن عندما ناقشناه لم ينطبع في ذهننا كما في الحلقة الماضية ذلك الإنسان الذي ترك الفن فتحول إلى متزمت متجهم قاس غليظ الطبع. لا، رأينا إنسان في غاية الإمتاع، وهذا هو الإسلام البسيط السمح الفطري. اليوم راح نستكمل في بحثه عن السعادة. نرحب فيك أستاذ سعيد الزياني مرة أخرى. حياكم الله. ونحن في استمتاع كبير. احنا وقفنا عن برامجك السابقة التي كانت في الإذاعات في المغرب عن سؤالك عن السعادة إلى أن وجدت السعادة والرسالة التي أرسلتها. نعم. طيب أنا أعلم أن كان عندك برنامج اللي هو قضايانا، هذا بعد الهداية. بعد الهداية. نعم. بتقدم قضايانا في قناة في الشارقة. قناة الشارقة. نعم. وأعلم أنك تعد شعارات برامجك. نعم. هل حصل أن موضوع السعادة يعني قدمته في صيغة إعداد كبديل؟ يعني نحن نريد من الناس الذين ينتقلون من الفن أن يستثمرون أصواتهم، يستثمرون مواهبهم في الخير. فهل أعطيت شيئا أو ناقشت السعادة وأعطيت إعدادا إنشاديا أو فنيا؟ نعم، كان موضوع السعادة من جملة الموضوعات التي ناقشتها في البرنامج، والناس تعودوا على أن البرنامج ديني يكون جاف يابس كذا. لا، أنا برنامج سميته قضايانا. القضايا تهم الجميع. صحيح. قضايانا جميع الناس، جميع من أخاطب، ليس فقط فئة معينة ولا المسلمين فقط، أخاطب جميع شرائح الأمة، جميع الناس، لأن كلهم يبحثون عن السعادة، ومن واجبنا نحن ندل جميع الناس على السعادة. صحيح. وإلا نكون أنانيين. صحيح. كما سلف ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب أخيه نفسه. ما يحب ما نفسه. في أنانية. كلكم من آدم وآدم من تراب. نعم. طيب، فقدمت البرنامج بصيغة حتى لا يكون موجه إلى شريحة معينة، هو لجميع الشرائح. سميته قضايانا. قضايانا يا بشرية، قضايانا يا إنسانية. وقدمت في موضوع عن السعادة؟ الموضوع عن السعادة. كنت في كل حلقة أقدم موضوع. الموضوع الأول كان أدب الحوار أو كيف نتحاور. الموضوع الثاني فن التعامل، كيف نتعامل مع الآخرين. الموضوع الثالث كيف نفرح. إحنا نفرح، بس كيف نفرح. الموضوع الرابع كيف السبيل إلى النجاح. الذين يدرسون كيف ينجحون، تريد تنجح. الموضوع الخامس السعادة. فكنت كل حلقة أسوي لها الشعار أو شعار الحلقة بصوتي. مثلا السعادة، نعم، حطيت لها نشيدة. السعادة أقول: سعادة سعادة أين هي السعادة، سعادة سعادة أين هي السعادة، هل هي في المال؟ لا. هل هي في الجاه؟ لا. هل هي في الشهوات؟ لا 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 لا. دلونا دلونا أين هي السعادة، دلونا أين هي السعادة، سعادة سعادة. الناس يجب أن لا يخلط الناس بين يقول هذا قاعد يغني. لا، هذا الغناء المباح. مرة قال لي واحد أول ما التقيت به، حاكم من الحكام، أول ما التقينا قال لي: الغناء حلال ولا حرام؟ قلت له: يا شيخ، ليس الغناء في حد ذاته هو الحرام، ولكن إذا صاحبه حرام أصبح حراما. مثلا لما أقول لك: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا. هذه الطعمة اللي إذن توظيف الموهبة في الجانب الإيجابي، في حدود الشرع، في حدود ما أباح الله. وإحنا عارفين اليوم إيش قاعد يحصل في عالم الفن والغناء والمسخرة اللي صايرة. قال لك واحد يعني ايش قال لك والله لو بالمقارنة الحين الأغاني القديمة مع هذه يعني صاروا من الصالحين هذول. طبعا ما أنا راح جايين عليه. طيب إحنا علمنا وسمعنا من خلال وجودك معنا في هذه الأيام أن أكبر أثر كان في أو اللبنة التي حولت حياتك كانت الوالدة رحمة الله عليها. رحمة الله عليها. ونريد أن ندخل في هذه التجربة
وفي هذا الموضوع الهام جدا، علاقة الأم بأولادها قلبا وقالبا. أول شيء الموضوع طويل، وأنصح كل من أراد أن يقرأه كاملا على موقع الإنترنت في موقع صيد الفوائد. صيد الفوائد، والعنوان هو www.said.net. وفي موقعي مكتوبة على الشاشة. أيوة، www.said.net. هناك من يعتقد أن هذا موقعي، يعني يقول موقع سعيد، هذا صيد الفوائد الذين نشروا قصتي وقصة الوالدة رحمة الله عليها. وأما موقعي فهو www.saidi.com. هذيك دوت نت وهذه دوت كوم. وبلغة الطيران شوغر ألفا إنديا دلتا زولو إنديا ألفا نوفمبر إنديا دوت كوم. هذا القصة طويلة، لهذا من أراد أن يعود إليها يعود إليها على الإنترنت. احنا عندنا دقيقة الآن قبل الفاصل من أجل أن ناخذ خلاصة القصة. الوالدة رحمة الله تعالى عليها كانت في البداية أول شيء يعني كانت حاولت أن تربينا تربية صالحة، إلى أن غير الله تعالى أحوالها بعد تغيير أحوال أخي، فالتزمت بدين الله وجدت سعادتها في دين الله تعالى. فأصبحت أنا همها الأكبر كيف سعيد يهتدي، لأني كنت باحثا عن السعادة. وكنت مغني متاع كله. يعني لأن أكثر شيء في الأخير أكثر شيء برامج تقديم سهرات وكذا، والغناء ماشي معايا. هذا في تلفزيون الرباط، في تلفزيون المغرب، وبعدين في إذاعة دولية اسمها إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا. كنت أنا عندي برنامج صباحي أقول فيه صباح الخير أيتها الحياة، بونجور لافي، جود مورنينغ، بوينوس دياس، جوتن تاك، خوي مورخن، بلغات متعددة. كم لغة؟ هذه صباح الخير أيتها الحياة العربية، بونجور لافي بالفرنسية، جود مورنينغ بالإنجليزية، جوتن تاك بالألماني، خوي مورخن بالهولندي. نبي فاصل بعد هذا كله إن شاء الله، أعطينا. من علي بعفو جميل، من علي بعفو جميل. يا شيخ سعيد الزياني، المطرب المغربي السابق والداعية المعاصر، احكي لنا عن قصة الوالدة في التأثير بك وتحولك إلى طريق الإيمان من الغناء. الوالدة رحمة الله تعالى عليها ككل الأمهات كانت تحب الخير لأبنائها، وأنا كنت منهم. والوالدة تعرف أني كنت باحثا عن السعادة وما وجدتها آنذاك، وهي عرفت طريق السعادة. أنا كنت لا أرى السعادة في دين الله. لماذا؟ لأن هناك أناسا كانوا حجر عثرة في الطريق، أناس يشوهون صورة الإسلام. أنا في ناس كنت أقول يعني أنا أمثال هؤلاء لا أكون يعني كان بعضهم عندما يراني في التلفزيون ويشوفوني وأنا فايت يقول هاو المجرم هاو المجرم. أنا مجرم؟ يا سبحان ربي العظيم، يا أخي جيتني ونصحتني ووريتني الطريق وقلت لك هذا مجرم قبل يعني نعم قبل يعني مغني مجرم. نعم. وثم كذلك أن يعني إذا هداك الله وعرفت الطريق من ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حب له الخير لابد. ثم هناك الأخلاق المفضية للهداية، أخلاق معاملة حسنة، أخلاق حسنة تخليني أحبك وتخليني أسمع كلامك. أما واحد أخلاقه سيئة ومعاملته سيئة ويريدني أسمعه ما أسمعه أبدا ولا فيكون حجر عثرة. فكان عندي أنا موقف، لأني كنت أعتقد أن الإسلام هو هذاك ما يفعل بعض الناس، كنت أعتقد أن هذاك الإسلام. نعم. فالوالدة رحمة الله عليها يعني عندما عجزت عن إبلاغي وعن إقناعي بدأت بالدعاء. اللهم اهد سعيد، اللهم اهد ابن سعيد في الليل في راحة الحج في كل المواطن وتبكي، اللهم اهد سعيد واجعله داعيا إلى دينك. يشوفوا سبحان ربي العظيم، واحد ما يصلي حتى نشجع الأمهات والآباء على أن يدعوا لأبنائهم بالخير، بكل الخير، بأعلى الدرجات إن شاء الله تعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كانت تقول اللهم اهدي ابن سعيد واجعله داعيا إلى دينك، ما قالت اللهم اجعله مصليا ولا اجعله كذا. فالله تعالى استجاب لدعائها.
عند كما سلف وأن ذكرت خرجت مع دعاة إلى الله، تعلمت منهم دين ربنا جل وعلا ما تيسر وما يسر الله لي. مرضها أظن أثر عليك. أيوة، لا هي مرضها جاء فيما بعد. فيما بعد عندما دعت الله تعالى بهدايتي فاستجاب الله لها، وأسأل الله تعالى أن أكون من المهتدين حقا وأن يثبتنا الله على ذلك. آمين. ابتلاها الله بمرض السرطان في الثدي، وهذه فائدة لجميع الناس. فائدة مهمة جدا. ابتلاها الله بمرض السرطان في الثدي، فطبيا أول شيء قاموا لها يعني أخضعت لعملية بثر الثدي. أنا يقول لي الدكتور البكاي الذي قام بالعملية أجرى لها العملية، قال لي أنا قطعت الثدي وبقيت أجري وأقطع وراء الورم لين وصلت إلى ظهرها قطع. لما سألت الدكتور هذا بعد ما رحت للوالدة، كان تأخرت هي عن الذهاب إلى الطبيب. لماذا؟ تأخرت حتى لا يكشف عنها رجل. فتأخرت لما في الأخير قال لي هذا الطبيب، قال لي الوالدة تأخرت كثيرا والمرض انتشر في كل الجسم، وكانت نسبة الأمل ضئيلة جدا جدا، 2% تقريبا. يعني 98% خلاص حتموت سرطان، حتموت في 2001. المهم قلت الوالدة قالت لي خذني إلى مكة حتى أشرب من زمزم. مش أشرب زمزم، لو واحد يشرب زمزم لن يترك للآخرين شيء، يشرب من زمزم. حتى أشرب من زمزم وأدعو الله. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم، كما قال رسول الله. بنية صادقة. ما في شك. ذهبنا إلى مكة، ذهبنا والوالدة مدفوعة في العربة. قضينا شهر كامل رمضان، ثم بعد رمضان أسبوع في المدينة رجعت تمشي على رجليها. شفاها الله شفاء كاملا من السرطان الذي كان قد عم جسمها كله، ولم يستطع الطب أن يفعل شيئا. حتى كان بعض الطبيبات لا يصدقنا. مرة جات بملف عند طبيبة، فاطلعت الطبيبة على الملف قالت لها يا أمي هذا مش ملفك أنت، غلطانة. قالت يا بنتي أنت ما فيك شيء، وهذه تكون ماتت، هذه خالصة. قالت هذه يا بنتي أنا والله شفاها الله تعالى 11 سنة. استجاب الله لدعائها بأن شفاها الله تعالى. أيوة. ثم الدعاء الثاني الثالث، لأن الدعاء الأول هدايتي، الدعاء الثاني الشفاء من السرطان. الدعاء الثالث كانت تقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما اقترب أجلها قالت يا ابني خذني إلى مكة كي أموت في مكة. قلت لي يا الوالدة مكة ما فيها بس الموت، فيها الشفاء، فيها زمزم. قالت لي خلاص. قلت لها فيها استجابة الدعاء. قالت لي أعلم فيها استجابة الدعاء، وأنا دعوت ربي وأدعو ربي أن يقبض روحي في مكة. أخذتها إلى مكة في 3 ذي القعدة، اعتمرت وكذا، حجت ولم يبقى عليها إلا طواف الإفاضة. توفيت يوم 18 محرم من عام 2002. سامحوني أنا خلطت بين الهجري والميلادي، يعني المقصود يعني في السنة الميلادية كانت 2002. توفيت يوم 18 محرم. نعم كان 18 محرم. فالمهم الوالدة سبحان ربي العظيم كيف الله استجاب لدعائها أن تموت في مكة. كانت سألت الله، قالت اللهم اقبض روحي في مكة المكرمة وأبنائي ساجدون لك في بيت الله الحرام. فعلا هذا الدعاء الرابع هو هذا شامل الأخير. اللهم اقبض روحي في مكة المكرمة وأبنائي ساجدون لك في بيت الله الحرام. يعني عندما تطلع روحها ما نكون معها، نكون ساجدين لله في بيت الله وفي بيت الحرام. وحصلت هذه نسمعها، الله يرضى عنك بعد هذا الفاصل. من علي بعفو جميل، من علي بعفو جميل. شيخ سعيد، ذهبتم بالوالدة إلى مكة المكرمة، أدت فريضة الحج، دعت الدعاء القديم اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. ومن جملتها قالت يعني بصيغة أخرى قال اللهم اقبض روحي في مكة وأبنائي ساجدون لك في بيت الله الحرام. كيف توفيت الوالدة وتحقق الدعاء؟ في ليلة يعني قبل وفاتها ب3 أيام جلست وكأن لم يكن بها شيء. فقلت لها الوالدة ما شاء الله أصبحت منورة. قالت لي الله ينور قلبك يا ولدي. كانت تقول لي المرضي يعني الذي هو نال رضا، نسأل الله تعالى كذلك يعني بار بوالديه. فقلت لها ايش رايك اخذك طوفي طواف الافاضه؟ لم تطوفي بعد طواف الافاضه. اخذتها هي واختي الى طواف الافاضه، طفنا طواف الافاضه وهي تدعو وتدعو للجميع، تدعو بالاسماء
ما تركت تقريبا أحد ممن نعرف من حتى الذين لا تعرف كانت تدعو لهم وتدعو لكل الناس بالخير. نعم. بعدما أنهت الطواف أغمي عليها، بعد طواف وصار ركعتين أغمي عليها، رجعناها وإحنا راجعين وإحنا بين الحجر الأسود والركن اليماني استيقظت، قالت أوقفوني هنا. أوقفناها في المكان الذي سيوضع فيه جثمانها بعد كان الخميس جمعة السبت الأحد اثنين بعد 3-4 أيام في نفس المكان اللي وقفنا فيها. فقالت كنت قد سألت الله أن يقبض روحي في مكة، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، استجاب الله لي. يعني عرفت نفسها خلاص حتموت، قالت أنا ما عندي طواف الوداع، أنا حموت مش راجعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. المهم ليلة وفاتها كان زارني أحد الأطباء صديقي قبل أن ينصرف، قلت له شوف الوالدة، شافها ترمش عيونها، ترمش. قال لي بدأها الموت النزع. لا ما في نوم. النزع بدأ. قال الروح تتجمع الآن. فبدأت أقرأ عليها سورة ياسين. أنا أتم سورة ياسين وأبدأها من البداية وتقول لي هي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. ترجعك آخر آية حتى تبدأ من الأول حتى أعيدها. كانت وهي 4 ساعات وهي تكرر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حتى حركت رجلها، الرجل تتحرك إلى أن سكنت، ماتت رجلها، بدأ الموت في ركبتيها وأنا أقرأ عليها سورة ياسين وهي تكرر لا إله إلا الله. وصلت الروح إلى الصدر، وصلت إلى الترقوتين، أذن الأذان الأول ثم الثاني، كانت بين ساعة بين الأذان الأول والأذان الثاني في مكة في الحرم. أخي كان وصل متأخر وكان تعبان نايم، صحيته قلت له روح للحرم أنا جايك. أختي قلت لها خليك جنب الوالدة، وإن سكتت عن قول لا إله إلا الله قولي لها لا إله إلا الله في أذنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيوة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا عندما وصلت إلى الغرغرة إلى الترقوتين، هنا وصلت الروح، كل شيء ميت. أنا في حياتي ما شفت حد يموت، أول من شفت يموت الوالدة، وثبتني الله بشكل عجيب. فهنا وصلت الروح إلى الترقوتين، أقيمت الصلاة بالحرم. الحقت. قلت لأختي أنا ذاهب إلى ليقضي الله أمرا كان مفعولا، حتى تموت وإحنا ساجدين في بيت الله الحرام. أخوي راح لبيت الله الحرام، وقفت الروح هنا. فأختي قلت لها أنا ذاهب إلى بيت الله الحرام، سأصلي بعد الصلاة أجيك مباشرة. إذا رأيت أنها سكتت عن قول لا إله إلا الله قل لها في أذنها لا إله إلا الله، وإن فاضت روحها فأغمضي عينيها وقولي خيرا، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا تدعو إلا بخير لأن الملائكة تؤمن على دعائك. قبل ما أخرج كانت رجلها مفتوحة، أنا كنت أحيانا أحب أبص رجلها، الوالدة هذه الوالدة. الله أكبر. الله أكبر. سمعوا يا شباب، سمعوا شلون الناس تخدم أمهاتها. تفضل شيخ. كنت أحب أبص رجلها، فقبل أن أخرج قلت خليني آخر مرة أقبل رجلها، لأن كانت تمنعني تمنعك من تقبيل الرجل. تمنعني من تقبيل الرجل. فلما كانت مريضة كنت أقول لها الوالدة الآن ما تستطيعي تمنعيني، لأن ما تقدر تسحب رجلها تتحرك. أيوة. فقبلت رجلها قبل أن أخرج وجمعت رجليها ساقيها وخرجت. أنا خارج كانت الصلاة قد بدأت في الحرم. الشيخ سعود شريف كان يقرأ ماذا؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فسالت عيناي بالدموع. ونحن في السجدة الأخيرة قبض الله روحها. الله وأنتم ساجدون. ونحن ساجدون لله، فاستجاب الله لدعائها. وصلينا عليها يوم الاثنين بعد الظهر في بيت الله الحرام صلاة الظهر، ودفنت في المقبرة التي دفنت فيها خديجة الكبرى زوجة رسول الله أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله استجاب لدعائها، فأسأل الله تعالى أن يستجيب لدعائنا جميعا. وأغتنمها فرصة أن أدعو لجميع المشاهدين. أيوة، كلمة للمشاهدين مع أمهاتهم وآبائهم والدعوة إلى الله والخير. أول شيء نحن سنموت لا محالة، عش ما شئت فإنك ميت، واجمع ما شئت فإنك تاركه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. لا يمكن أن نحيا حياة طيبة وأنا بالتجربة ما فيش، والله الذي لا إله إلا هو. والله أنا أتحدى
من لا يعبد الله ولا يسجد لله ويقول لك أنا سعيد، والله وإن قالها فهو كذاب، لأن الله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضيق ونكد وكدر، ضاد نون كاف، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا ننسى الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إذا نحن سنموت، لا يمكن أن نحيا حياة طيبة إلا بعبادة ربنا جل وعلا. وهذه الأيام أيام مباركة يستغل فيها الإنسان بعبادة الله. يا جماعة والله كان ودي أسترسل في الحديث الطيب مع أخونا المطرب السابق سعيد الزياني والداعية المعاصر في سبيل الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن انتفعنا بهاتين الحلقتين من هذا الحوار الإيماني. جزاك الله خير شيخ سعيد. الله يجزيك خير، بارك الله فيك، الله يحفظكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل، فمنا علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين.